مساء الفل عليكم. حميدة الجربوع تربية الزرايب حرفيا، يعني طالع بيهدد مصر. انت مين يالا يا زبالة يا جعر؟ مين هو محمد حمدان دجلو الشهير بحميدتي؟ هناك في السودان بيقولوا دجلو، عندنا هنا في مصر بنقول دقلو. ما علينا. هو حاليا قائد قوات الدعم السريع. قصة السيس ديت ايه؟ او المعروف عنه ايه؟ انه كان تاجر جمال من قبيلة الروزيكات، تمام؟ يقال انه ما كملش تعليمه واشتهر وعمل ثروة ضخمة جدا في التسعينيات من تجارة الجمال والسلاح وقيادة ميليشيات لحماية القوافل، حاجة كده زي المارشال برع اللي كانت في فيلم شمس الزناتي. وده خلاه من المقربين من الرئيس البشير ساعتها، واداله رتبة عقيد بالجيش. وبسبب نفوذه قدر يوسع ميليشيا الجنجويد، والبعض بيقول عددها وصل ساعتها ل100,000 واحد، واستخدمها في دارفور عشان الحركات الانفصالية في 2003. وقدر كمان يسيطر بيه على مناجم الذهب في دارفور. وبعد كده في 2013 اتغير اسم جماعة الجنجويد لقوات الدعم السريع عشان تشتغل أكتر وتكون بشكل رسمي. ولكن فجأة غير ولاءه وشارك في الإطاحة بنظام البشير وقلب عليه، رغم إن البشير هو اللي استدعاه ضد الحركات الانفصالية أو المحتجين اللي كانت في دارفور. وبعدها هو والبرهان استولوا على السلطة في 2021 بعد ما قال إن الجيش بيصحح مسار ثورة الشعب للإطاحة بحمدوك اللي كان رئيس الوزراء السوداني ساعتها. وبعد ما نطروا حمدوك اتبقى مين يا باشا؟ اتبقى البرهان وحميدتي، وبقى الصراع بينهم هما الاتنين بعد ما قطعوا بالبشير وحمدوك. وبالتالي حميدتي قائد ميليشيات الدعم السريع استولى على القصر الرئاسي والتلفزيون او مقر التلفزيون ومطار مروي اللي اشتبكوا فيه مع الجيش السوداني. دي قصة العيل اللي طالع بيهددنا بتاع اثيوبيا اللي اسمه احمد، اللي مالوش عازة وطالع بيعيط بعد ما مسينا عليه بصاروخين. امال فين يا حبيب الامارات اللي كانت بتدعمك؟ وفين اثيوبيا؟ طبعا هنا لازم نفرق ما بين سياسة الدول وما بين العلاقات والمصالح الاقتصادية للدول. يعني واحد يجي يقول لي طب ما هم بيساعدوا ميليشيات سودانية بنتعامل معاهم ليه اللي هم دولة الامارات يعني؟ اقول لك ده ملوش علاقة في عالم السياسة والعلاقة بين الدول. باختصار احنا مع قوات الجيش السوداني، والحمد لله الجيش السوداني ساعتها قدر يضرب قوات الدعم السريع وخصوصا في منطقة جبل مويا، وتقريبا كان هيستولى على ولاية النيل الابيض لولا ضربات الجيش السوداني. عشان كده طالع بيعيط ويقول لك ان مصر ضربته بالطيران. طبعا بعد خطاب حميدتي دوت الاعلام بتاعه مطلع شويه اشكال وسخه طالعين بيهددوا بضرب السد العالي وعمل عمليات ارهابيه جوه مصر. اهو ده بقى اللي كنت بتكلم فيه قبل كده، ان لازم اغلب السودانيين اللي دخلوا تهريب يترحلوا فورا تحسبا لاي حركه وسخه زي ديت. هنفترض اننا ضربناك، مبدئيا من حقنا الشرعي والقانوني في حمايه الامن القومي المصري. بخصوص موضوع الامن القومي للدول ده، امريكا ساعدت اسرائيل بحوالي 20 مليار من اول شهر اكتوبر، وادت لاوكرانيا نفس المبلغ تقريبا غير المساعدات العسكريه، واوروبا كلها واقفه مع اوكرانيا لان ده امن قومي لاوروبا، وهم شايفين ان التمدد الروسي خطر على امريكا. انت بقى مين عشان مش عايزنا اتدخل في الدوله اللي جنبي ولازقه فيا اللي جاي منها النيل؟ لا طبعا من حق اتدخل واحمي امن القومي كمان، ومن حقي برضو انفي. وغير كده عشان كان لازم ناخد حقنا في موضوع اعتقال الجنود والضباط بتوعنا اللي كانوا في تدريب عندهم في مطار مروي وصوروهم فيديو. طبعا وزاره الخارجيه طلعت بيان ونفت الكلام ده، وده طبيعي لانه ممكن يدخلنا طبعا في مشاكل مع الدول، لانه هيتقال اننا بنتدخل في سيادة دولة تانية. والحمد لله الرئيس السيسي كان من اسبوع متهيألي كان في زيارة لرئيس اريتريا ورئيس الصومال لاتفاق تعاون عسكري مشترك بينهم. وطبعا انا مبسوط جدا جدا من الخطوة دي، هي كانت المفروض تتم من سنين بس الحمد لله وتمت عشان طبعا نعمل حصار على اثيوبيا ونحمي امننا القومي وحقنا في نهر النيل. ربنا يحمي مصر ويحمي جيشنا المصري اللي بيدافع عن ارض مصر فقط لا غير، وما بنحاربش لحد، ما بنحاربش لحد. وربنا ينصر الجيش السوداني وينصر اهلنا في فلسطين. مساء الفل.